السلام عليكم، أنا هايدي وده مطبخ ليلى. النهاردة هنعمل تورتاية صغيرة لبنوتي علشان النهاردة عيد ميلادها بنتي الكبيرة. قولوا لها كل سنة وانتي طيبة يا سيلة. أنا معايا هنا نص كيلو دقيق سبونج. دقيق سبونج بيبقى جاهز مش محتاج أي حاجة. أنا هحط له 6 بيضات وهحط فانيليا. هو حتى مش محتاج فانيليا بس أنا هحط فانيليا بس كده. وكنت عايزة احط نص كوباية من الحليب بس كنت خايفة لما يكفيش في الكريم شانتيه والحاجات اللي انا عايزه اعملها. ف حطيت نص كوبايه ميه، حطيت معلقه ونص من محسن الكيك الجيل. فظيع يا جماعه، جربوه، خطير خطير. بصوا بقى الكيكه بتتضاعف ازاي، جميله جميله جميله. ايوه كده، نضرب فيها كويس جدا. اضربي اضربي. انا ضربت 10 دقايق كاملين لغايه لما اتضاعفت كده. انا عندي بقى قالب كيك اللي هو القلب ده، دهنته زيت وكاكاو ونزلت عليه بخليط الكيك كاكاو عشان خاطر دي كيكة شوكولاتة بس كده. وهدخلها فرن سخن، اسويها وادخلها فرن سخن على درجة حرارة 180، مسخناه من قبل كده. بس كده خلاص. هنا كانت بردت خالص خالص، انا مشتغلتش فيها غير لما بردت خالص. هقشر بقى الطبقة دي من عليها وهقطعها وهبيتها في التلاجة ليلة بس كده. اشيل بقى الطبقة دي خالص بس قطعتها. بصوا في ناس كانت بتقول ان السكينة مشرشرة، سمعت حد بيقول ان السكينة مشرشرة اسهل في التقطيع من الخيط. لا لا، الخيط اسهل بكتير. بتبدأي بس تقطعي وبيطلع كمان الشيب بتاع الكيكة متساوي. بتبدأي تقطعي بحتة، بتفرغي حتة بالسكينة وبعدين تكملي بالخيط. جميل. يلا نعمل الجنيش. معايا ربع كوباية من الكريم شانتيه، كوباية الا ربع حليب، 3 معالق زيت. انا هزود الحليب شوية عشان انا هزود شوكولاتة. 3 معالق زيت وهسخنهم على النار. ايوه كده، هحطهم بقى على النار وبعدين هحضر الجيلاتين. هحط معلقة وربع من الجيلاتين وعليهم معلقة مية، اقلبهم واسيبهم بقى لغاية لما الحليب يسخن. هنزلهم على الحليب واقلبهم. ايوه كده، وانزل الشوكولاتة واسيحها خالص. بصوا هي اصلا هتسيح هتسيح بسرعة لان الحليب سخن بس كده. هزود بقى شوكولاتة تاني. كان عندي شوكولاتة شيبس حطيتها، وكان عندي واحدة شوكولاتة برضو حطيتها بس كده. خلاص خلص. تعالوا بقى نصفيه مع بعض ونسيبه شوية في التلاجة، او سيبيه شوية، هو لما يبرد بيتقل جدا بس كده. ايه، خلاص خلصنا. يلا نعمل الكريم شانتيه. انا عملت مرتين كريم شانتيه. دي اول مرة 3 معالق حطيت 3 معالق سكر بودرة. بصوا انا اصلا ده تاني يوم، يعني ده يوم تاني، يوم جديد. وحطيت معلقتين من الكاكاو الخام. انا حطيت اصلا 5 معالق سكر مش 3 دلوقتي، وحطيت تاني 2 بعد كده. وتلج. هنا حطيت نص كوباية من الحليب وهرجع احط نص كوباية تاني من الحليب بس كده. ايه، واضرب بقى، اضرب كويس بس كده. وحطيت زبدة، معلقة زبدة سيحتها في الحليب تاني مرة. وحطيت شوية جناش بس كده. ايه، خلاص. بصوا بقى، وانا بطلع الكيكة من التلاجة بنتي زقتني بالغلط، الكيكة وقعت من ايدي، اتفرفتت قطع قطع والله صدمة ما بعدها صدمة. 3 طبقات وقعوا اتفرفتوا في الارض. يلا الحمد لله، بس الدنيا الحمد لله تداوت. انا هسقيها برتقان سقيتها، وبعدين هحط كريم شانتيه، طبقة من الكريم شانتيه
وهحط طبقة من الجناش اهو بصوا، وهحط مكسرات انا كنت عاملاها يعني طحناها في البيت، مش طحناها، مكسراها كده بسيط يعني. ايوه هي بصوا، حطيت عين جمل و لوز في النص. هخلص 3 طبقات بنفس الطريقه، يعني متبهدله من جوه متبهدله الحمد لله ان هي جت على قد كده. بس كده انا هخلص الطبقه دي وهرجع احطها في التلاجة وهعمل كريم شانتيه جديد. بس انا بقى هعمل ده مع نفسي مش معاكم هعمل كريم شانتيه اتقل شويه للوش، يعني ازين بيه. ايوه كده بصوا بظبطها. الاول هقعد احط بالسباتيلا وبعد كده هظبط بظهر السكينه. انا كنت مخططه ان انا اعمل شكل معين او ذواق معين للكيك، بس طبعا ده ما ينفعش مع ولادي خالص، انا ما ينفعش اخطط لحاجه واعملها. انا كنت هعمل شيب بالسكينه مشرشره، تموجات كده في الجنب اهو. هوريها لكم دلوقتي اهي بصوا، وفعلا انا عملتها. وكمان انا كنت ناويه ان انا هقدم يعني هشيل بقى، ما كنتش ناويه ان انا هشيلها من القالب ده، كنت هظبط بس هشيل الورق الفويل اللي انا كنت حطاه من الجناب ده، وكنت هقدمه كده. وبعدين رجعت قلت لا مش هينفع، احنا لازم ننقلها. فقررت ان انا انقلها. بس كده انا كنت ناويه اعمل بقى ايه اللي هي الشكل من الجنب يبقى كده. وبعدين انا ولادي فضلوا يحطوا ايديهم عليها فبوظوها، فانا قررت ان انا ايه اغطيها كلها بالجناش. فانا فعلا غطيتها كلها بالجناش، وكنت وقلت ايه بقى ازوقها بالكريم شانتيه اللي كان متبقي. عملت روزيتات ايوه كده بصوا، بنتي عشان كانت بتحط ايديها ورا اللي في الجناش فعامل حته كده مش مظبوطه. بس كده انا هنا عندي كلمه هابي بيرثداي دي هحط خله وايه واسندها بيها على الكيك. وهحط شوكليت شيبس داير ما يدور. انا هنا نقلتها بس انا ما صورتش وانا بنقلها، ما تعملوش زيي خالص عشان برضو النقل ده صعب قوي. لازم الكيكه تبقى تتحط في اللي هتقدم فيه، وتحطوا بس ورق زبده او ورق فويل وانتوا من الجناب كده وانتوا بتظبطوها. بس كده انا نقلتها بقى على الطبق الازاز ده وزوقتها اهو زي ما انتوا شايفين. وهحط هرشق فيها شوكولاتات كتير. بصوا هحط بقى شوكولاتات واحط اوريو، واحط فوق الاوريو قطعة كريم شانتيه صغنونة، واحط عليها كورة من كور الشوكولاتة. وهوزع بقى شوكولاتات عليها كلها. وبس كده دي التورته بتاعت النهارده. يا ريت نقول لأسيل كل سنه وانتي طيبه يا سيله. وعايزه منكم تشجعوني لان انا بتعب جدا في الفيديوهات، فعايزه منكم لايكات، وعايزه تعملوا سبسكرايب للقناه، وعايزه كومنتات كتير. و بس كده. وقولوا لي رايكم، ايه رايكم في التورته بتاعتي؟ سهله وسريعه صح؟ والولاد كمان هيفرحوا جدا. جربوها وقولوا لي رايكم. وممكن تجيبوا كيك جاهز دريم. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.